ازاي تحافظ على مستواك في الانجليش بعيدا عن المدرسة والدروس والجامعة واي حاجة حواليك؟ بص، في شوية نصايح لو مشيت عليها كل يوم لمدة 15 دقيقة هتلاقي الانجليش بتاعك بقى في حتة تانية. وانت لازم تخلي الانجليش بتاعك في حتة تانية عشان يكون ليك فرص احسن في الشغل او في السفر او في المنح وهكذا. لازم تسمع انجليش لمدة 15 دقيقة في اليوم على الاقل لحاجة انت مهتم بيها او بتحبها. يعني المجال اللي انت بتحبه اسمع فيه 15 دقيقة. مش بتكلم انك تسمع اغاني، الاغاني ملهاش فايدة، الاغاني مش بتعلم انجليش. اسمع بودكاست، اسمع توكس، اسمع تيد توكس، اسمع سيريس، اسمع موفيز، لكن اسمع في حاجة في مجال انت بتحبه. تاني حاجة، اقرا في حاجة انت بتحبها. لازم تقرا، لازم تمرن اللسان زي ما بتمرن الودان تمرن اللسان. لازم تزود حصيلة الكلمات بتاعتك كل يوم ولو 10 كلمات بس. لازم لما تزود حصيلة الكلمات دي تحطها في جمل، في كونتكست، في سياق، عشان ما تنساهاش وتستخدمها دايما باستمرار من غير ما تقعد تترجمها، فتحطها في تشانكس، في كتلة لغوية كده تستخدمها على طول من غير ترجمة. لازم تعمل براكتس للانجليش حتى لو هتعمل مع نفسك، حتى لو هتقف قدام المراية، حتى لو هتكلم حد انجليش وهو مش فاهمك. لازم تكسر حاجز الخوف انك تتكلم انجليش قدام حد. ده هيفرق معاك جدا 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 حتى لو بتغلط. صدقني لو مشيت بالخطوات اللي بقولك عليها دي كل يوم لمدة نص ساعة بس في 3 شهور هتلاقي مستواك في الانجليش بقى في حتة تانية. صدقني انت اللي مستفيد مش انا. سلام.